أنا دايما كنت بسأل نفسي سؤال: هو الإنسان يسعى للكمال ولا لأ؟ فلو أنت حابب تعرف إجابة السؤال ده مهتم، يبقى لازم تكمل الفيديو ده للآخر. وما تنساش إن إحنا هنا في مساحة نفسية بنقدم دعم نفسي وبنقدم معلومات عن الصحة النفسية وإنك أنت إزاي تعلي من صحتك النفسية وتبقى أحسن. فلو أنت مهتم بكده يبقى لازم تكون واحد مننا وتعمل لنا فولو. إجابة السؤال ده باختصار إن أنا بعد ما بحثت لقيت إن الإنسان يسعى للكمال ولا لأ؟ هي ولا. إن أنت لازم تسعى للكمال علشان تبقى أحسن، عشان توصل لمرحلة في حياتك من التطور، إن أنت توصل لأحسن نسخة منك، إن أنت تشوف إيه جوانب الضعف عنك وتبدأ تعليها، تشوف جوانب القوة وتبدأ تشتغل عليها أكتر، فبالتالي هتوصل لأحسن نسخة عندك. ولا علشان لازم من جواك تقر إن الكمال لله وحده، إن أنت مهما عملت عمرك ما هتوصل لدرجة الكمال دي. طيب هتقولي إزاي التناقض ده؟ هقولك إن أنا زي ما قلت لك إن أنت تبحث عن الكمال وتسعى ليه علشان تحسن من نفسك وتوصل لأحسن نسخة منك، إنما لأ، علشان لازم تكون من جواك مدرك إن أنت مهما عملت عمرك ما هتوصل للكمال ده. فلازم إن أنت تكون راضي عن كل درجة أنت بتعلاها، لأنك أنت عمرك ما توصل للكمال. إحنا بشر والكمال لله وحده. فأنا عاوز أخد رأيك في الموضوع ده. قولي في الكومنتات أو راسلني خاص، عرفني أنت إيه رأيك، هل الإنسان يسعى للكمال ولا لأ؟ وطبعا زي ما قلت لك، لو أنت حابب تكون واحد من مجتمعنا يبقى أنت لازم تعمل لنا فولو ولايك. استمتع بوقتك يا صديقي.